أهلا وسهلا بكم بالمقطع الثالث والأخير من الكسلة السبوتية الحلقة 35. كان باعتقادي أنه هاي راح تصير الحلقة ما قبل الأخيرة في هذا الموضوع، بس مبين أنه لا، من بعدك هواية حكي. فالمهم، خلينا نرجع على هاي السالفة مال سليم الأول. أخذ ثوب الخلافة من آخر خليفة عباسي. هي هاي ما تخش بالعقل. ليش؟ لأن العقلية السائدة آنذاك كان بعد عندهم هذه النعرة. هي مو نعرة قومية، هي نعرة الاعتزاز بالعنصر التركي، ولكن مو يعني ما كان يفهموها انه احنا قوم وانتم قوم واكو عرق ونقاء لا، كانوا يعتقدون ان العنصر التركي هو عنصر يعني منتصر، عنصر قوي، عنصر فاتح لبلدان الأرض من وقت المغول، من جنكيز خان. زين، هم يعني اصطفاهم الله الظروف بأن يكونوا أشد المقاتلين والمنصورين في هذا العالم. فبالنسبة إلى أجي أدور يابا، ها أنت لقبك خليفة تنطيني اللقب شكرا ممنون. هاي ما كانت تاكل عندهم، لأنه خصوصا لما يعانون هذول الخلفاء العباسيين، ويعني وضعيتهم يعني صانع في بلاط أحد الناس، يعني ناس مكسورة وخسروا، وهم خسروا أصلا لعنصر تركي المغول اللي انتصروا وأخذوا بغداد. فهاي العقلية أنه أنا أحتاج أخذ شرعية من طرف خاسر وخسران بحياته حتى أنا يصير عندي وجود، لا، ما كانوا هيك يفهمون القصة. كانوا يفهموها بمعادلات المنتصر والقوي مقابل الضعيف. فلما صار الحكي بال 1700 وكذا بنهاية القرن الثامن عشر، انه خلينا ندور على هذول العنصر التركي الأنقى، فيجوز راح نسترد قوتنا وعافيتنا كأمة منصورة، انه نروح ندور على من هم من سلالات تركية أنقى. وهذا ضوج العثمانيين، خوفهم، فبدوا هواية يركزون انه لا لا لا، ما عليكم بالقصة، احنا خلفاء، احنا شرعيتنا من الخلافة الإسلامية. اي، المهم العثمانيين بدوا هواية يهتمون بموضوع الخلافة، صح؟ هسه رح نوصل بنهاية المطاف إلى قصة كيف أصبحت هاي المسألة أداة مهمة جدا، أداة استراتيجية مهمة جدا في يد السلطان عبد الحميد الثاني. فكل ما اعتمدوا عليها الأتراك أكثر، كل ما من كان ضد العثمانيين وكان يريد يضعفهم أو يقوض سلطتهم، كان أيضا يعتبر أنه هاي المسألة هي مسألة ضعف ويهاجمهم عليها. ومثلا الإنجليز في فترات متفاوتة ظلوا هواي يلحون بالموضوع انه لا، اكو شرط القريشية وهذول العثمانيين مو شرعيين، واكو قريشي مثلا قاعد في مكة، الاشراف في مكة اللي هم من سلالة الحسن بن علي. او في فترات اخرى بدوا يقولون ها الامير عبد القادر الجزائري اللي كان وقتها ساكن في دمشق، كان لاجئ يعني قاد ثورة ولجأ إلى دمشق، هذا أيضا من السلالة القريشية، وهو أيضا يرجع بنسبة إلى الحسن بن علي. فذولا أولى من العثمانيين. واستمرت هاي القصة حتى في فترة من الفترات السلطات العثمانية دفعت بخلع أو ساهمت بخلع الخديوي إسماعيل في مصر. فهذا راح إلى أوروبا، وحتى يضوجهم وحتى يأذيهم سوى بدأ يمول
صحف وكتب ومناشير تركز على هاي المسألة، يا بهذول العثمانيين مو قريشيين، فلذلك هم مو شرعيين، مو خلفاء شرعيين. ف وصلت المسألة، شوف مثلا المسلمين في الهند كانت كلش تهمهم قضية فكرة الخلافة الإسلامية، وإذا أكو خليفة مسلم قوي يقدر يأثر على بريطانيا، فهذا يفيدهم في الهند وهم تحت حكم الإنجليز، يعني يخفف بعض الأعباء عنهم، ينطيهم في الدور عالمي. فوصلت بهم الحالة بالهند إلى اختلاق شجرة للعثمانيين ترجعهم إلى قريش. وهاي عادة يعني هواي ناس يعرفوها، النسابة يقدرون يختلقون شلون يردون قصص، مثل ما اختلقوا لصدام حسين نسب يرجع إلى علي بن أبي طالب. وهاي الحالة أيضا شفناها بالتاريخ مرة أخرى، لما ذكروا بنفس العالم مال الخديوي إسماعيل اللي هم جايين من البلقان، يعني على الأغلب هم ألبان من العنصر القومية الألبانية. الملك فؤاد حكينا بالحلقات السابقة كان يريد لقب الخليفة إله. ابنه فاروق همين استمر على نفس المنوال، همين كان يريد لقب الخليفة. فسووا شلون أخرجوها بالنسبة لفاروق؟ أوجدوا نسب قريشي من خلال أمه. فبالنسبة لهم هذه كانت يعني مقدمة حتى يعني تخفف من قصة الشرطة القريشية، على الأقل يقولون لا، على الأقل هو قريشي من أمه. فهاي لتبيان شقد مهمة هالقصة مال القريشية. الجهاديين واعين هاللغط كله، فلما اجوا وبدوا يلحون حسيني وقريشي على ابو عمر البغدادي، هم دي يعرفون شو يقولون، هم دي يعرفون اكو صدى لكل هالمواضيع المتعلقة بالنسب القريشي والخلافة فيما سبق، الى درجة انه هم قالوا عندنا فد واحد اسمه ابو عمر البغدادي الحسيني القريشي، بس ما قالوا لنا هو شو اسمه، هوية الأحوال المدنية مالته ايش تقرا، اسم الأم، التولد، الولادة، المهنة، هاي كلها ما انطونا اياها. ايش قالوا؟ قالوا احنا نعرفه، أهل الحل والعقد يعرفوه وهذا كافي، ولكن نضيف لكم فد قصة حول خلفيته، يعني ما حنقول لكم شنو اسمه ومن اسم أبوه جده بس راح نقول لكم لا، نسبه قريشي هاشمي حسيني. اهتمامهم بهالمنوال بهالقصة يدل هم ايش يفكرون. بالنسبة لهم الدولة الإسلامية في العراق هي كانت دولة الخلافة، بداية دولة الخلافة، واختيارهم لأبو عمر البغدادي حسب الشيء اللي هم يركزون عليه، من الواضح هو هذا اختيارهم للخليفة. لم يعلنوا عن مصطلح الخلافة ولا اسم الخليفة، ولكن يقدمون كافة الإشارات بأنه فعلا هي هاي الدولة الجديدة هي دولة الخلافة. ذكر هذا الحكي بدأ بال2006، وهذا شخص بالنسبة أنه هو الخليفة. راح تنتهي الحلقة، عبالي راح نقدر نغطي هواية مواضيع أخرى. هسه راح نوصل إلى قصة طبيعة السلطة، سلطة الخليفة، وكيف تغير التفسير إلها بين فترة إلى فترة. ولا بد عندما نتكلم عن هذا الموضوع أن نركز على الحقبة، حقبة عبد الحميد الثاني. بس قبل ما يعني في ختام هذه الحلقة، أنا سامع
اكو مسلسل تركي اسمه بايتحت، اي العاصمة، حول حياة السلطان عبد الحميد الثاني. أردوغان حيل مهتم بالموضوع، ويعني كلش نعطيه فد أهمية. الحلقة الوحدة طلعت ساعتين، ولهسه هم بالموسم الثاني عندهم 28 حلقة، يعني 28 حلقة على ساعتين، وهي تتناول حياة السلطان عبد الحميد الثاني. صدفت انه طالعت حلقتين منه، طالعتها بالتركي بس مع ترجمة سبتايتل بالانجليزي، وموجودة ايضا بالعربي. لهسه ما مدبلجيها، هي بدت هاي السنة بال 2017 بشهر شباط، ما مدبلجيها، واعتقد ناويين يدبلجوها وينزلوها على السنة الجاية. اذا ينزلوها هذا المسلسل كارث، كارث، عبارة عن قنبلة انفلاقية لكافة نظريات المؤامرة. كل شي بيه. ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية موجود، إحدى الشخصيات الرئيسية. زاخروف تاجر السلاح المشهور موجود، بأشكال أنواع، ماسونيين، على هذول الدونمة اليهود الباطنيين اللي يعتنقوا الإسلام ظاهرا، فرنسا وبريطانيا والملكة فيكتوريا وقيصر روسيا، وحتى هاي الشخصية التاريخية القريبة جدا إلى قلبي بارفوس أيضا موجود ضمن الكوكتيل. يعني هاي إذا ينزلوها بالعالم العربي يعني راح تلعب بأدمغة الناس بطريقة طبعا بالنسبة لي سلبية. كنت ببغداد فقاعد يم صديق، فاجت بنته، بنيه ذكيه كلش، عمرها طفله، هي بعمرها 13 سنه، فبدا الحديث، فوصلنا فجأة إلى المسألة العثمانية، وبدت تحكي لي على السلطان عبد الحميد الثاني. يعني استهلت الموضوع بهالطريقة، تقول أنا كلش أحب السلطان عبد الحميد الثاني لأنه تصدى لليهود، وبدت تسرد لي يعني سرد تاريخي معين. أنا قاعد صافن قبل سنوات معدودة الحقبة العثمانية، خصوصا من منظور المناهج الدراسية القومية العربية العروبية، وبين الخطاب البعثي والخطاب العروبي. الفترة العثمانية عبارة عن 400 سنة من الظلام والاحتلال التركي للعرب. شلون انقلبت الآية وصار الكلام أنا كلش أحب السلطان عبد الحميد الثاني؟ أكو يعني هندسة بالموضوع، وأكو رغبة شعبية في استرجاع هذا التاريخ. وأنا دا أقول لكم هذا المسلسل إذا ينزلوه يعني الله يساعد اللي يحاول يحكي بالمنطق. ما أعرف إذا ينزلوا، لأن هسه صار أكو مشكلة بين الإمارات، هي مشكلة قائمة بس صارت مشكلة حول التاريخ. بسفير الخارجية، وزير الخارجية الإماراتي بدأ يحكي على فخر الدين باشا، آخر الحكام العثمانيين الباشوات أو الولاة العثمانيين في المدينة، وشون باقي التحف الإسلامية، وأردوغان رد عليه. فصار هسه اكو تحسس من التاريخ العثماني، فيجوز هاي القنوات السعوديه المملوكه سعوديا او اماراتيا مثل الام بي سي اللي هي عاده ما تنزل هاي المسلسلات التركيه المدبلجه، يجوز ما ينزلوها هاي السنه، ما ادري، نتمنى هذا الشيء. بس اذا ينزل هذا الموضوع سلطان عبد الحميد الثاني، فهو تصوير معين للتاريخ، يعني يقوي وينمي كافة الأمور السلبية لدى الوعي الجمعي العربي والشرق أوسطي فيما يخص هاي الحقبات من التاريخ. فنشوفكم بالحلقة القادمة، وراح نحكي نكمل على موضوع عبد الحميد الثاني ومسألة الخلافة. وشكرا لحسن استماعكم، وما أدري هسه نشوف لكم في أغنية في مال الله.